بلا ما تحس كتلقى راسك ضايع في الانستغرام كتسكرولي كتفرج على ستوريات الناس. اليوم جيت نناقش معكم واحد المشكل اللي بزاف ديال الناس متاثرين به. تخيلوا معايا كتكونوا جالسين قدام الخدمه وكتقولوا اليوم غادي نبداو ما عندنا حتى هدر، ولكن فجاه بلا ما تحس كتلقى راسك ضايع في الانستغرام في تيك توك كتسكرولي كتفرج على ستوريات الناس. كتفيق بعد ساعه ساعتين ولا حتى كيكون نص نهار ضاع، والمشروع اللي كان لازم يبدا باقي بلا بدايه. وهنا كيجي الصوت الداخلي اللي كيسولك اشنو درنا، وكنجاوبو والو نخليوها الغدا. ولكن الغد ما كيجيش، والغد اللي كنتسناو كيتحول الاسابيع والشهور وفي الاخير السنين. هذا راه هو التسويف، العدو الخفي اللي ما كيضربش مباشره ولكن كيسرق اعز حاجه عندنا، الوقت. بزاف ديال الناس كيخلطوا ما بين الكسل والتسويف. الكسل هو ما تبغي دير والو، تبغي غير ترتاح وتنس. ولكن التسويف اخطر من ذلك، حيت كيكون عندك طموح، عندك نيه تبدا، عندك اهداف ولكن كتاجل. اليوم كتقول ماشي مشكل غدا نبدا. الخطير في التسويف هو انه كيعطيك وهم وكتقول راسك مازال عندي الوقت، ولكن الحقيقه ما عندك غير اليوم. اجي وعلاش كنفكروا في التاجيل؟ واحد من الاسباب هو الخوف من الفشل. كتخاف تبدا وما توصلش داكشي اللي كتمنى. الخوف من النجاح، تخاف الحياه تبدل وتجيب معها مسؤوليات جديده. الخوف من نظره الناس، واش غيقبلوا بيا، واش غيضحكوا عليا الا ما نجحتش. وزيد عليهم سبب اخر، دماغنا بطبيعته كيبغي الحاجه السهله والسريعه، فعوض ما يركز ساعه في حاجه صعيبه يفضل دقيقه ديال الضحك على فيديو ولا يشوف اشعار في تليفون. كيمشي ديما الحاجه السهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. اللي عنده وقت وصحه ومستغلهمش خسر تجاره العمر. الله عز وجل يقول وعجلت إليك ربي لترضى. صدق الله العظيم. يعني السر هو الاستعجال في الخير ماشي التأجيل. التسويف بحال السجن كيدخلنا في زنزانة سميتها غدا، وفي كل مرة كنأجلو كنرسخو فكرة في دماغنا أننا ضعاف. شوية بشوية كنوليو مسجونين فكرة أننا ما نقدروش. والحقيقة أن اللي كيضيع ماشي المشروع اللي أجلناه، ولكن اللي كيضيع هو العمر ديالنا. ايوا كيفاش نحاربوا هاد التسويف؟ الحل راه ماشي بعصا سحريه، ولكن كاينين خطوات صغيره هي اللي تقدر تغير لنا حياتنا. الخطوه الاولى نقسموا المهام. اي مهمه صعيبه نقسموها لمهام صغيره بزاف. مثلا ما تقولش اليوم خاصني نقرا كتاب كامل، ولكن نقول اليوم غنقرا غير صفحه واحده. الخطوه الثانيه قاعدة 5 دقائق. قول راسك غادي نخدم غير 5 دقائق، غير غادي تبدا الدماغ ديالك كيتعود وغالبا غتكمل بلا ما تحس. والخطوة الثالثة نحبسوا المقارنات، ما نبقاوش نشوفوا غير الناس اللي سبقونا، كل واحد عنده ظروف وعنده طريقه الخاصة به. الخطوة الرابعة تكافئ راسك. تكافئ راسك على اي انجاز حتى ولو كان بسيط. ايوا شنو هي اكثر اداه اللي كتخلينا نطيحوا في هذا التسويف؟ التليفون كيبقى من اخطر ادوات التسويف. كتقول غادي غير نشوف غير اشعار وفجاه كتلقى راسك ضيعتي ساعه كامله بلا ما تحس. هذا الشيء علاش خاصنا نكونوا واعيين. التليفون مجرد وسيله، ما نخليوش يسير لنا حياتنا. جربوا ساعه وحده بلا تليفون، خليوه بعيد ولا استعملوا تطبيق كيمنع التنبيهات وشوفوا الفرق. ومن ناحية الجانب النفسي، التسويف هو علامة على القلق الداخلي، يقدر يكون خوف، ضغط وحتى ضعف في الثقة بالنفس. الحل هنايا هو اللطف مع ذاتنا. ماشي كل مرة نقول أنا فاشل، ولكن نقول أنا إنسان كيغلط ونقدر نبدل حياتي بشوية بشوية. الحياة راه ماشي قصيرة، ولكن حنا اللي كنضيعوها. التسويف ما كيضيعش وقتك مرة واحدة، ولكن كيسرقو بالتدريج حتى كتفاجئ ان العمر مشى. التسويف ماشي عاده بسيطه،
هو مرض كياكل العمر بصمت، لكن العلاج ديالو ساهل، كيبدا بخطوة وحدة اليوم ماشي غدا. ماشي ضروري يكون شي انجاز ضخم، صفحة وحدة، فكرة وحدة، خطوة صغيرة ولكنك ديرها اليوم. النهار اللي نوقفوا فيه التسويف هو النهار اللي نوليو فيه أحرار، حرية أننا أصحاب وقتنا، ماشي أسرى ديال الكلمات حتى الغدا. إيوا الحياة ما كتسناش، البدايات ماشي غدا، البدايات هي اليوم. السلام.